السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم راح نشارك معكم بطاطاس برافاس، بطاطا اسبانيه مقرمشه مع صوص حمراء بنينه وحاره، وهي واحده من اشهر وصفات البطاطا في اسبانيا. سموها برافاس لان الصوص تاعها تكون حاره شويه، بصح اليوم ما راحش نقليوها، راح نحضرها في الفرن وتجي مقرمشه من برا وطريه من الداخل، وراح نشارك معكم جميع الاسرار باش تنجح لكم من اول مره. بسم الله. اول حاجه نخلي الماء يغلي مليح، ومن بعد نزيد شويه ملح وربع مغرفه صغيره بيكربونات. ما تكتروش البيكربونات بزاف لانه تقدر تتفتت البطاطا، والماء من يغلي راح يفيض. ضفت البطاطا اللي كنت مقطعتها مكعبات صغيره كما راكم تشوفوا، على حسب ما بغيتو نتوما، تبغوها صغيره على هكا ولا كبيره على هكا، هذا يولي لكم. ومن يغلى الماء وتشوفوه باغي يفيض، مرة على مرة خلطوا هكا من التحت للفوق، وهكا ما راحش يفيض. السر الاول باش تجي البطاطا هذه مقرمشه كان البيكربونات، والزاوج ما لازمش نخلوها طيب اكثر من 10 دقائق بعد ما يغلي الماء، والا راح تتفتت كامل. يعني لازم تكون طايبه غير هذيك القشره اللي من برا، من الداخل تكون شاده روحها. من بعد نصفوها، وما نصفوهاش في كسكاس، نصفوها في هذيك الصفايه تاع الحليب، بصح تكون شويه كبيره. لانه واش راح ندير، راح نحكمها ونبقى نهز فيها من التحت للفوق، من التحت للفوق حتى تخرج واحد الفتات هكا صغير، كيما نقولوا تتشنتف. هذاك الفتات الصغير هو اللي من يتخلط مع الزيت يكون سخون، هو اللي راح يعطينا هذيك الطبقه المقرمشه. وهنا جبت صينيه تدخل للفرن، نحط فيها كميه مليحه من زيت الزيتون. اذا حبيتوا تستعملوا الزيت العادي استعملوا، بصح انا دائما نفضل في وصفاتي ندير زيت الزيتون، خاصه اذا كان خفيف وما عندوش ريحه قويه. والان راح نعطيكم سر واحد اخر باش تجيكم هذه البطاطا مقرمشه بزاف. ما نحطوش البطاطا مباشره في السنيوه، لازم ندخلوها للفرن حتى يسخن الزيت مليح، ومن بعد نحطوا البطاطا. يعني نفس الفكره كيما نقليو البطاطا، لازم حتى يسخن الزيت باش نحطوا البطاطا. هنا كيف كي يسخن الزيت نخرجوه من الفرن ونحطوا عليه البطاطا مباشره، ونخلطوها مليح هكا بلا سباتول من تحت للفوق باش تتشرب كامل وتتغلف بهذاك الزيت. كاينه واحد الاضافه بغيت نزيدها لكم، الا كانت عندكم كميه كبيره نتاع البطاطا من الافضل تقسموها على 2 مرات، ما تخلوش حبه فوق اختها، لانه لازم كل حبه تاخذ حقها من الزيت ومن الحراره تاع الفرن باش تجي مقرمشه وتتحمر من جميع الجهات. الا حطيتوا واحده فوق اختها راح تلقاو وحدين مقرمشين ووحدين مازال باقيين طريين. والان راح ندخلها للفرن على 180 درجه من التحت والفوق. كي نشوفها بدات تاخذ اللون الذهبي نشعل عليها على اعلى درجه حتى تحمر مليح وتولي مقرمشه. وهذا هو السر الاخير باش تجيكم بطاطا باللون تاعها الذهبي شباب، ومقرمشه من برا وطريه من الداخل. والان راح نحضر لاصوص. في كسرونه حطيت نص حبه بصل مقطعه، الا كانت الحبه تاع البصل صغيره ديروا حبه كامله. زدت عليها رشه تاع الملح، ونخلي البصل حتى ياخذ اللون الذهبي. مهم جدا تحمروه مليح هكذا باش لاصوص تجي بنينه. بعد ما تحمر البصل زدت عليه 2 فصوص نتاع الثوم مقطعين، ونخليه يزيد يتحمر معاه غير 1 دقيقه، ما تخلوش حتى يتحرق لانه راح يبدل الطعم تاع لاصوص ويعطيها المراره. ومن بعد زدت 2 مغارف كبار نتاع فارينه. انا استعملت فارينه تاع القمح الكامل، نتوما تقدروا تستعملوا الفارينه العاديه اللي تخدموا بها كل يوم. ونبقى نحرك فيها، ندي ونجيب كيما نديرو في لابيشاميل هكذا باش لاصوص ما تجيش فيها بنه الفارينه. هذه الخطوه بزاف مهمه باش تجي لاصوص بنينه. ومن بعد ضفت 2 حبات طماطم مرحيين ونخليهم يتقلاو مليح حتى الماء تاعهم ينشف هكذا باش لاصوص ما تجيش مايها. بعد ما تبخر الماء تاع الطماطم ونشف راح نضيف عليه ملعقه صغيره نتاع فلفله حمراء حاره، وزدت ضفت عليه تاني ملعقه كبيره نتاع بابريكا مدخنه. اذا ما كانش عندكم ديروا البابريكا العاديه، ولكن المدخنه ناكد لكم راح تعطي للوصفه بنه رائعه، لاصوص راح تجي بنينه بزاف. زدت ضفت عليها رشه نتاع فلفل اسود ونخلط مليح باش التوابل ما يتحرقوش.
بعد ما قليت التوابل حوالي دقيقه، نزيد 200 مليلتر قيس كاس نتاع مرق الدجاج. الا ما كانش عندكم تقدروا تستعملوا مرق الخضر، وإلا ما كانوش في زوج معليش استعملوا الماء العادي، ولكن ناكد لكم باللي بمرق الدجاج ولا مرق الخضر راح تجي لاصوص بزاف بنينه خير من اللي تكون بالماء وحده. ونخلط مليح بالمضرب اليدوي كيما نديروا لا بيشاميل، ونزيدوا نذوقوها. الا خصها شويه ملح نضيفوا الملح. ما تخلوش لاصوص وحدها فوق النار، لازم تبقاو تحركوا فيها مره على مره هكذا باش ما تحرقش من تحت. الا شفتوها تقالت ووصلت للقوام اللي راكم باغينه، طفوا عليها وطحنوها بالبغا ميكسور. الا الخلاط تاعكم يطحن مليح ما تحتاجوش تصفيوها، وإلا لقيتو فيها قطع صغيره خصكم تصفيوها باش تولي ناعمه. لاصوص تاعي هنا راهي واجده. انا زدت عليها ملعقه كبيره نتاع الطوماطي فريتو غير باش تعطيها لون شباب، وتزيد لها تاني في البنه. هذه الخطوه اختياريه، الا ما كانش عندكم ما ديروهاش. هكذا ولا هكذا لاصوص راح تجي بنينه. والان خرجت البطاطا من الفرن، شوفوا اللون تاعها شحال شباب والقرمشه. راح نخليكم تسمعوا الصوت وحده. بصراحة هذه من أحسن وصفات البطاطا في الفرن اللي جربتها، مقرمشة من برا طرية من الداخل، اللون تاعها يجي شباب، تقعد مقرمشة لمدة طويلة، وتقدروا تنكوها بالتوابل اللي حبيتو نتوما. المهم لازم تاكلوها وهي سخونة باش تعرفوا على واش راني نهضر. وهذه هي الوصفة تاع اليوم، بطاطس برافاس تتقدم كيما هكا، فوقها هذيك الصوص الحمراء الحارة. كاين بعض المناطق في اسبانيا يزيدوا لها من الفوق الصوص لاليولي، وهي صلصة بيضة تشبه المايونيز بالثوم. تقدروا تقدموها غير هكا بهذه الصوص الحمراء، ولكن الا زدتوا لها شويه نتاع اليولي غادي بزاف بزاف تعجبكم، تجي بزاف بنينه. وهذه هي الوصفه نتاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. وإلا كليتوها من قبل ولا جربتوها خلوا لي رأيكم في التعليقات. ما تنساوش اللايك والاشتراك في القناة إذا حبيتوا تشوفوا وصفات جديدة، وشاركوا هذه الوصفة مع أحبابكم وأصحابكم إذا كانوا من عشاق البطاطا. نشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.